السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني والله وحشتوني. بقالي فتره ما نزلت لكمش فيديوهات ووحشني والله. مين بقى سأل عليا؟ والله اللي يسأل عليا يشكر، واللي ما سألش عليا برضو يشكر، لسه ما عرفنيش. انا النهارده بقى عايزه اقول لكم على حاجه حصلت. يجي من شهرين كده رحت للدكتور بتاع تخسيس. المهم قلت له يا دكتور انا عايزه اخس، انا بتخن وانا مش باكل كتير. قال لي طب انت ايه نظام اكلك؟ بتاكلي ايه الصبح وكده يعني، واكلك قد ايه؟ قلت له انا باكل بتاع 6-7 ترغيفه على الفطار. صح؟ مش كلنا بناكل كده؟ وعلى الغدا بقى ما اقولكوش بقى، ما هو غدا يعني اللي موجود بناكله اي حاجه، بس يعني بزود في الكميه شويه. طب والعشاء؟ لقيت الدكتور بيقول لي اوعي تقولي انك بتتقلي في العشاء. قلت له لا طبعا يا دكتور، انا عارفه ان اللي بيتقل في العشاء بيجي له كوابيس وكده يعني، فانا ما بتقلش لا في العشاء. طب بتاكلي ايه يعني؟ انت بتاكلي في العشاء ولا ما بتاكليش؟ قلت له لا باكل طبعا. طب بتاكلي ايه؟ قلت له بعمل طبق مكرونه زي كده واقعد اكل، هي محروقه شويه معلش محروقه، بجوع في اي وقت، طبق مكرونه بشاميل اي حاجه واقعد اكل. قال له ده غلط. طب العشاء بتاعك بيبقى الساعه كام؟ قلت له هو انهي عشاء فيهم بالظبط؟ قال لي العشاء. قلت له ايوه، اصل انا حضرتك بتعشى بتاع 5-6 مرات. بتعشى الساعه 7، وبتعشى الساعه 9، وبتعشى الساعه 11، وبتعشى زي دلوقتي كده هوت الساعه 3 بالليل، و6 الصبح هفطر. فانهي عشاء فيهم؟ قال لي انت بتتعشى 5 مرات. قلت له ممكن كمان 7-8، لما بجوع باكل. الشتاء بياكل يعني وبيحب الاكل وكده. المهم قال لي لا 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 لا، احنا هنمنع بقى الكلام ده خالص. قلت له ماشي يا دكتور. قال لي انا عايزك كده هوت. قلت له ايوه انت يا دكتور اللي هتجيب معايا النتيجه، انت هتجيب من الاخر، شكلك يا دكتور كده راجل بتفهم. بس قول لي صح يا دكتور، هو انت وزنك قد ايه؟ قال لي انا وزني يا ستي 140 كيلو. قلت له ما شاء الله، ما باين على حضرتك. هو حضرتك يا دكتور ما فكرتش تخس؟ قال لي والله بقالي 2 بحاول اخس، اتصدمت. طب يا دكتور بتخس يعني انت كنت اتخن من كده، كنت مثلا 300-400 كيلو وصلت ل 140 كيلو، ولا انت من زمان وانت 140 كيلو؟ قال لي والله هو انا كنت 120 كيلو، ومن اول ما بدات الرجيم بقيت 140. لا تعليق، مش هعلق خالص، علقوا انتوا بقى. قلت له والله يا دكتور وشك السمح دوت، شكلك كده فيك البركه وكده يعني، ان شاء الله خير خير. قلت يمكن هو الراجل يعني جسمه بيدخل لوحده من غير اكل ولا حاجه، ما نظموش برضه، ما نظلموش. قلت له ماشي يا دكتور، طب قول لي بقى نظام الرجيم بقى اللي انا هعمله ايه؟ راح قال لي بصي يا ستي. قلت له اتفضل يا دكتور، اتفضل يا باشا. قال لي انت بتاكلي 6 رغيفه في الفطار؟ قلت له ساعات 7-8 حسب جوعي بقى. قال لي هنقولي مثلا هخليهم 3. اتصدمت، قلت يا لهوي، طب يعني نزل رغيف يا دكتور، رغيف ونص، رغيفين، لكن يعني انا باكل 6 هتخليهم 3 رغيفه مره واحده؟ هقوم جعانه خالص انا كده، ده انا كاني ما اكلتش. راح قال لي ايه، لا انت بس اسمعي الكلام، وعايزك تمشي على الكلام اللي هقوله لك، وسيادتك هتبقي تمام، وزي ما انت ايه، زي ما انت عايزه بالظبط، هتبقي مثاليه. قلت له الله يبارك لك والله يا دكتور. قلت له ماشي. الغدا بقى يا دكتور؟ قال لي الغدا انا عايزك بصي كلي ربع فرخه، نص فرخه، بس اهم حاجه تكون مشويه. قلت له ماشي يا دكتور، في ديت حلو. انا اساسا في الايام العاديه ما باكلش ربع فرخه ونص فرخه، الفراخ غاليه يا دكتور دلوقتي، الفراخ دلوقتي قاعده حاطه رجل على رجل يا دكتور. طب امال ايه تاني طيب متاح يا دكتور غير الفراخ؟ قال لي ممكن تاكلي سمكتين مشويين. ماشي يا دكتور. ايه تاني غير السمك المشوي؟ قال لي ممكن تاكلي لك مثلا بيضه 2-3-4-5 كده، وجنبها حته جبنه، يا ريت ربع رغيف عيش او نص رغيف بالكتير قوي. قلت له ماشي يا دكتور. طب وايه تاني متاح؟ قال لي انت عندك اي حاجه متاحه، بس اهم حاجه يكون بكميات قليله. قلت له ماشي يا دكتور. جيت بقى في الفطار اكلت 3 رغيفه زي ما قال لي. جيت في الغدا بقيت باكل مثلا نص كرتونه بيض، ما هو قال لي بيض مسلوق عادي مش هيحصل حاجه، نص كرتونه بيض، بس طبعا ده كل شهر مره يعني. مثلا ايه طبق السلطه، قال لك طبق السلطه دوت يكون موجود في ال3 وجبات، فطار غدا عشاء، يكون موجود طبق السلطه.
ده صوت عمر بيتسحر معايا، اصل هو كمان عامل رجيم. المهم قال ايه، السلطه تبقى موجوده فطار غدا عشاء. ليه يا دكتور ايه لازمه السلطه؟ قال السلطه برضو يعني هي كده كده مفيده، وغير كده يعني بتساعد في الرجيم وكده يعني. قلت له ماشي، وبتديكي شبع، بتخليكي تشبعي بسرعه يعني وكده. قلت له ماشي يا دكتور تمام حلو والله. والله بعمل، لو قلت لكم بعمل حله سلطه هتقول انت كدابه. بعمل حله سلطه في الفطار وفي الغداء والعشاء. ايه اللي اجي جنبها؟ واروح جايبه طبق الفول، واجيب ب5 جنيه طعميه والعيش وافطر. هو قال لي بدل ال6 رغيف كلي 3. انا بقيت بعمل كده فعلا، باكل 3. اجي في الغدا ممكن مثلا حله كشري اللي هو الاصفر ده، حله كشري، حله مكرونه زي ما شفتوا كده. لقيت نفسي مش بخس ولا حاجه. طب ما انا قللت في الفطار اهو، بقى 3 رغيفه من 6 ل3. قللت خالص العيش، بدخل ليه؟ ما بخسش ليه؟ المهم في العشاء زي ما سيادتكم شايفين كده طبق المكرونه. بصوا انا كنت باكل بالحله، حله مكرونه كنت بخلصها، بقيت باكل بس بالطبق عشان خاطر بقلل الكميات. بقيت باكل بالطبق، اوزن نفسي الاقي نفسي بزيد بال2 كيلو وال3 كيلو. طب ايه ده؟ من ايه ده سيادتك يعني؟ مش عارف. طب انا عايزه اعرف بقى هو العيب في مين؟ فلا مشيت على الكلام اللي هو قالهولي. اعمل ايه تاني يا ولاد؟ قللت الكميه، بدل ما كنت باكل حله مكرونه بقيت باكل طبق واحد. بدل ما كنت بتسحر مثلا بتعشى بتاع 5 6 مرات، ما بقتش بتعشى غير 3 بس. هو في ايه؟ هو العيب في ايه طيب؟ المهم لقيت بقى على النت كده وانا بدور يعني، لقيت فيه بيقولوا الهرمونات ومش عارفه وايه، والاكل كله بقى محقون فانا بقول يمكن العيب في الاكل. يعني انا قللت الكميه بس الاكل فيه هرمونات زياده، فعشان كده انا بتخن. طب هو العيب في الدكتور؟ ما انا برضو قلت كده، ممكن يكون سيادة الدكتور يعني هو العيب فيه. اصل الدكتور عنده يعني وزنه 140 كيلو، وبيقول لي انا من سنتين بحاول اخس، كنت 120 بقيت 140، يعني زاد 20 كيلو. طب زاد ال 20 كيلو دولت امتى؟ يعني في السنتين ولا في شهرين ولا في شهر ولا في يومين ولا ايه؟ العيب في مين؟ يعني العيب فيا انا ولا في الدكتور ولا في الاكل اللي بقى فيه هرمونات بيتخن ما حد يجاوبنا يا جماعه. هو في دكتور رجيم هنا معانا ولا حاجه؟ انا عايزه حد يجاوبني. العيب في مين؟ العيب في مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. واحد بقى بيدخن ما بقاش بيخس، حسبي الله ونعم الوكيل. هرمنتوا الاكل كله، بقينا بندخن من غير ما ناكل. يعني جعانين وبندخن ازاي مش عارفه، جعانين وبندخن. حسبي الله ونعم الوكيل. او انا مش عارفه في مين، بس في اللي خلاني اتخن انا معرفش بقى مين. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارفه اقول ايه. حد يشوف لي حل المشكله اللي انا فيها يا ولاد. انا بتخن من غير ما اكل، باكل يعني بقوم جعانه وبعد ذلك بتخن ازاي؟ انا مش عارفه، ما اعرفش. قللت الكميات خالص، ده انا ما بقتش باكل. يعني انا المفروض بصوا وشي خس. طب بس انا ما خسيتش، لكن وشي خس. ما بقتش باكل زي الاول. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ اقطع الاكل خالص؟ اقطع الاكل؟ اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. حد يشوف لي حل المشكله يا ولاد، قول لي اعمل ايه. بصوا بقى، الى هنا انتهت القصه. عايزه اقول لكم كلمتين بقى بعد نهايه القصه دي، وتشوفوا لي حل في الرجيم اللي انا عايزه اعمله ومش عارفه اعمله ومش عارفه العيب في مين. شوفوا لي العيب في مين كده وقولوا لي. صلوا على النبي. لو عجبكم الفيديو شجعوني بانكم تشتركوا وتعملوا لايك، عشان خاطر انا لما بدعي دعوه كده من قلبي على الناس انتوا حرين يعني. فشجعوني واشتركوا كده عشان ما ادعيش، ادعي لكم كده دعوه حلوه كده واحنا في شهر رجب كده اهوت، وادعي لكم ربنا يكرمكم يا رب ويزيدكم ويحنن عليكم ويرزقكم كده يعني. فيا ريت يعني اللي يشوف الفيديو يشترك بسرعه ويعمل لايك بسرعه اكتر، ويا ريت تعملوا لي مشاركه بقى. والله تبقوا ولاد حلال وتبقوا عسلات كده، تبقوا عسلات. وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام عشان ناخد ثواب انا وانتوا. صلوا على النبي تاني، احنا في شهر رجب والحسنات مضاعفه يعني. فصلوا على النبي كده عشان ايه حسناتنا تكتر عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم بقى حاجه. هو قصه الدكتور ده كله دوت يعني ايه، كان وهم يعني في خيالي. يعني كنت بتخيل ان انا نفسي اروح لدكتور رجيم ونفسي اخس يعني، فكنت بتخيل. لكن هو الاكل زي ما انا قلت، الكميات اللي انا قلتها فعلا ده بيحصل والله. ان انا فعلا باكل، بتعشى بتاع 5 6 7 مرات طول الليل وانا باكل يعني. وبفطر وبتغدى وبتعشى، وممكن اتغدى مرتين واتعشى زي ما قلت لكم كده.
فهو كميه الاكل مظبوطه زي ما انا قلت. انما حكايه الدكتور دي هي حاجه خياليه في دماغي، وبتخيل ان انا رحت للدكتور رجيم وان انا هعمل رجيم. بس طبعا مش نفسي يبقى في خيالي ان انا اعمل رجيم واتخن، انا نفسي اعمل رجيم واخس بجد يعني. بس انا ما بروحش للدكتور، وانا بتخيل ان انا نفسي اروح للدكتور، فبتخيل ان انا رحت للدكتور. هي قصه خياليه، فعايزاكم بقى تشجعوني وتقولوا لي اعمل ايه، يعني اعمل رجيم ازاي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم ويكون ضحكتكم. لو ضحكتكم اشتركوا في القناه. يعني ايه ضحكتكم؟ ما يبقاش الضحكه ببلاش كده، اشتركوا احسن لكم. يلا سلام، هتوحشوني.